بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة جبت لكم تطبيق فيه ميزتين بيحمي تليفونك ان هو ولا يقدر يقفل وضع الطيران، ولا يقدر يعمل له ايقاف تشغيل بالشكل ده. لكل مرة يجي يحاول يعمل وضع الطيران او يحاول يقفل تليفونك ما يعرفش. تطبيق فيه الميزتين دول، فالنهاردة هنشرح التطبيق ده موجود على المتجر بلاي. تخش على المتجر بلاي وتكتب بس 3 حروف. طبعا ده اسم التطبيق اهو، هسيبه لكم في الوصف. تمام، ده اسم التطبيق اهو. هتكتب بس اول 3 حروف اللي هو CER، هيطلع لك في السيرش كده. وعموما هسيب لك لينك في صندوق الوصف. تمام. وعامة اسمه بالعربي انذار ضد السرقة. تمام. هندخل على التطبيق. طبعا التطبيق ده فيه طبعا ميزة ان هو ما يعرفش يحذف التطبيق زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو. طبعا اول حاجة انت هتضغط على اول ضغطة اللي هو بيقولك اضغط هنا لتمكين ادارة الجهاز دي. تمام. طبعا انت هتديله هنا ايه الصلاحية ان هو دي تنشيطها في مسؤول الجهاز علشان خاطر لو حد حاول يحذف التطبيق ده ما يعرفش. تمام. فاحنا هنكتب كده الحروف دلوقتي زي ما شايفين كده. هندوس على تنشيط كده. احنا فعلنا الجهاز. هنعمل ايه؟ زي ما شايفين اهو. هنفعل اول واحدة اللي هي حظر قائمة إيقاف التشغيل، دوس قبول ومتابعة. تمام. نزل تحت شوية نلاقي التطبيق هنا. هنفعل حاجتين دولت، نرجع تاني ندوس تاني وكده اتفعلت. ونعمل حظر الإعدادات السريعة. ايه الإعدادات السريعة ده يا عمار؟ عشان هو التليفون هو مقفول وانت بتعمل كده، اول ما يعمل دي كده التليفون يروح طافي زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو. طبعا انا هوقف السكرين علشان لو طفيت التليفون وجربت لكم التليفون هيديني شاشة سوداء ومش هيسجل. فانا هوقف واسجل بكاميرا بإذن الله وهوريكم الطريقة. يلا بينا. زي ما شايفين يا شباب اهو، دلوقتي انا هبدأ هسحب الاشعارات اهو علشان اوريكم. وطبعا التليفون مقفول قدامكم اهو، مقفول. هنفتحه. فلو جينا مثلا ان احنا نعمل وضع الطيران زي ما شايفين بيقفل الشاشة. هنيجي نفتح تاني اهو، نيجي نعمل اهو انا مش دايس على حاجة بيروح قافل. تمام. دلوقتي هنحاول نعمل ايقاف تشغيل اهو، الزرار اهو. تمام. نحاول نعمل ايقاف تشغيل زي ما شايفين اهو، هيدينا شاشة سوداء. فبس كده يا شباب، زي ما شفتوا كده التطبيق طبعا كده شغال. طبعا انت ممكن تعمل حظر قائمة ايقاف التشغيل، بس اللي هو انت ما حدش يقدر يقفل تليفونك، حتى انت نفسك مش هتعرف تقفل التليفون. انت هتيجي تقول لي طب انا عايز اقفل التليفون يا عمار اعمل ايه؟ عادي يعني، التليفون مفتوح اهو. التليفون مفتوح اهو. كل حاجة انت وانت فاتح التليفون بالباسورد اول ما تدوس اهو ايقاف تشغيل وعد تشغيل اهو. والله حبيت تنزل اشعارات او تقفل واي فاي، تفتح حاجه، تعمل كل حاجه بتفتح طول ما التليفون مفتوح. لكن التليفون مقفول ولا تعرف تعمل وضع طيران ولا تعرف تنزل الشاشه. طبعا لو في مثلا اشعار عايز تشوفه مثلا والتليفون مقفول وعملت كده هيديك شاشه سوداء. فطبعا حظر الاعدادات السريعه دي غالبا قليل الناس بتعملها. يعني انت عايز تلغيها عايز تفعلها دي بتاعتك. فانا طبعا زي ما شايفين انا سايب الاتنين شغالين. وبصراحه التطبيق جامد جدا ويعني هيفيدك جدا في الحتة دي. وطبعا الحركة دي ممكن تفيدك جدا لو مثلا صحابك بيهزروا معاك، مثلا خد التليفون مثلا حرف يعمل له ايقاف تشغيل ولا حتى يعرف يعمله سايلنت. حتى هو هيجي يعمل كده يديله شاشة سودا مش هيعرف يقفل التطبيق. لو حاولنا نحذف التطبيق عمره ما هيتحذف تماما. اهو زي ما شايفين هنيجي ندوس هيقول تعذر اهو، لم يتم إلغاء التطبيق بنجاح، يعني عمره ما يتمسح. وطبعا بإذن الله الفيديو الجاي هشرح لكم ازاي تقدر تلغي تثبيت التطبيق. فبس كده يا شباب، دي تكون نهاية الفيديو. يا رب التطبيق يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. يعني يا رب تدعمني يعني بلايك وفولو. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.